المصالحة مع ليونيل ميسي يجب أن تكون أولوية مرشح رئاسة برشلونة يتعهد بتقديم عرض انتقال ثلاثي لنجم إنتر ميامي للعودة إلى وطنه. شن مرشح رئاسة برشلونة فيكتور فونت هجوماً لاذعاً على جوان لابورتا، واصفاً العلاقة المتصدعة مع ليونيل ميسي بأنها لا تغتفر، بينما وعد بشن هجوم ثلاثي لإعادة نجم إنتر ميامي. ويدعي زعيم المعارضة أنه على علم بأن الأسطورة الأرجنتينية سيكون مستعداً للعودة المثيرة إذا كانت الظروف مناسبة. زاد فونت من الضغط على رئيس برشلونة الحالي لابورتا، متهماً قيادة النادي بارتكاب خطيئة كبرى بتهميش أعظم لاعب في تاريخه. وفي حديثه إلى قناة كادينا SER، انتقد المرشح الرئاسي السابق مجلس الإدارة الحالي لإعطاء الأولوية لتحالف استراتيجي مع ريال مدريد على إصلاح العلاقات مع ميسي. وأبرز فونت الذي احتل المركز الثاني بعد لابورتا في انتخابات 2021 التناقض الصارخ بين علاقة لابورتا الوديدة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز التي تعود في جراند بارتي إلى اهتماماتهما المشتركة بالدوري الممتاز، والبعد الجليدي الذي لا يزال قائماً بين النادي وقائده السابق. وقال: حقيقة أنه يضطر إلى التسلل إلى كامب نو، وأننا قطعنا علاقاتنا مع ليو وليس مع ريال مدريد أمر لا يغتفر، مضيفاً أن المصالحة مع ميسي يجب أن تكون أولوية منذ رحيله. لم يكتف فونت بالنقد فحسب، بل قدم رؤية ملموسة للمصالحة، وكشف أن فريقه يعمل على اقتراح ثلاثي الأبعاد يهدف إلى إقناع ميسي بالعودة إلى كتالونيا، ويشمل أدواراً مؤسسية وتجارية ورياضية. في حين أن ميسي مرتبط حالياً بعقد مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، يصر فونت على أن الباب لم يغلق أمام فصل أخير في برشلونة. وقال عن خطته لأفضل لاعب في التاريخ: إنه أمر سيثير حماس مشجعي برشلونة. تحظى حملة فونت بدعم لاعب الوسط والمدرب الأسطوري السابق تشافي، الذي يقول إنه يرى الحاجة إلى إصلاح شامل لقيادة النادي. وأضاف: إنه محبط للغاية من مجلس الإدارة الحالي، يشعر تشافي بالخيانة الشديدة، وما يريده هو تغيير النموذج وتحديث النادي وتوقف الرئاسة عن كونها شخصية للغاية.